السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ صلى على النبي. اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس ويدوس لايك. عايزة تفاعل يا جماعة على القناة كده علشان خاطر احس ان انتوا فرحانين بحاجتي اللي انا بنزلها وتشجعوني ان انا انزل اكتر واكتر، ونبقى مع بعض كده نتفاعل في القناة. يعني اللي بيشوف الفيديو مش هتخسر حاجة لما تدوس لايك او تدوس اشتراك، حاجة عادية بسيطة جدا. يعني معنى ان انتوا بتشوفوا الفيديو بيعجبكم، طب دوسوا اشتراك ولايك بقى ونوروني في القناة بتاعتي. النهاردة بإذن الله هنعمل كرنبيط. تمام، زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله القرنبيطية بيضة وجميلة وفلة وحلوة اهيت. عشان تعرفوا يا جماعة ان القرنبيطة كويسة، الحاجة الخضرة بتاعتها دي لازم تكون مرعرعة كده. لما تكون مرعرعة يبقى هي دي كده صبحة وحلوة. قطعنا القرنبيط زي ما انتوا شفتوا، كنا حاطين مية على النار بتغلي. للأسف سبت المية غليت شوية عشان كده الحلة غمقت شوية، بس ما علينا، فداكو. حطينا المية بتغلي وحطينا عليها ملح وحطينا شوية كمون. الكمون ليه بقى؟ عشان اللي قولونه تعبه، يعني يمتص الحاجة اللي بتبقى في القرنبيط علشان خاطر ما تتعبلناش القولون بتاعنا. تمام. نزلنا بقى بالقرنبيط اللي احنا قطعناه. الوردة بتاعته اصلا بصوا كانت ما شاء الله بيضة وجميلة، يعني القرنبيطية كانت حلوة قوي، لا هي صفرة ولا هي غامقة، لا بيضة ما شاء الله عليها. والقرنبيطية الوردة بوردتها كده حلوة، مش بيتهري مني او وحش من جوه. زي ما قلت لكم عشان تعرفوا القرنبيطة ان هي صبحة، لازم الحاجة الخضرة اللي هي الورقة فيها دي لازم تكون خضرة كده مرعرعة. نزلنا بكمية القرنبيط كله في المية. هو ما بياخدش على النار حوالي 5 ل10 دقايق، على حسب بقى ما انت عايزاه يستلي قد ايه. معانا كوباية عصير طماطم، ودي كوباية دقيق وبضاية وخضار. بقى طبعا انا الخضار ده كان عندي في الفريزر متفرز، والله ما كنتش جايباه في ساعتها يعني. نزلنا بالبضاية في قلب الطبق كده، هننزل عليها بشوية ملح وفلفل اسمر ونربها. لازم الملح والفلفل الاسمر يتعملوا لوحدهم عليها عشان خاطر ريحة الزفارة بتاعة البيض ما يبقاش في قلب الخليط بتاعنا. ربناها كويس كده حلوة، نربيها حبة حلوين كده زي ما انا ربيتها، وننزل عليها بعصير الطماطم. هننزل بكل السوائل الاول. تمام. نزلنا بعصير الطماطم، نربها كده كويس عشان خاطر البيضة تندمج في قلب عصير الطماطم، ما يبقاش البيض ريحته عاملة او الطماطم ما تبقاش اندمجت معاه. تمام. هننزل عليها بالخضار زي ما قلت لكم، انا كنت حاطاه عندي في الفريزر مش جايباه صابح. ايوه ضربناها اهوت، يعني فككته من بعضه. هو بيتفكك في ثانية. بس النصيحة لو حد جاب اي خضار وعايز يحطه مثلا على محشي، هو كان عنده في الفريزر عامة كان عايز يحطه على محشي، على زي ما احنا عملنا القرنبيط، على الممبار، على اي حاجة، ما تطلعوش من الفريزر تسيبوه يبرد، لا في ساعتها عشان يفضل اخضر. تمام، يفضل اخضر كده ما يسمرش معانا. وبعد كده نزلنا بكوب اللبن. تمام. ونفضل نقلب البيض بالطماطم باللبن بالخضار، نقلبهم كويس قوي. بعد كده لما نحط الخليط كله، حاسه ان الملح بتاعك مش مظبوط، تحط لي سنه ملح مفيش مشكله. تمام. حطينا بقى كوبايه الدقيق. حاسه ان انت عايز تحط دقيق، انا حطيت على فكره كمان نص كوبايه دقيق بعد دي. خلاص كده القرنبيط بتاعنا اتسلق ما شاء الله. انت بتعرفي ازاي القرنبيطه اتسلقت؟ تمسكي العنقود بتاعها، تمسكيه بشوكه كده وتعرفي هيكون اتسلق ولا لسه. تمام. نزلنا ما شاء الله بالقرنبيط هنهرسه. بص اصلا القرنبيطايه حلوه ازاي من ال اللهم صل على النبي، من الكمون اللي حطينا بقى شويه نشا. ليه نشا؟ عشان الخلطة ما تفكش من قلب القرنبيط لما احنا نعمله ونحطه في الزيت بتاعنا. تمام. هنهرسه كويس قوي ونقلب بقى النشا فيه، ولو عايز تحط شويه ملح زي ما قلت لك حطي. وبصي احلى حاجه في ان انت تحطي طماطم بيخليه احمر كده وردي. في ناس ما بتحبش تحط طماطم، براحتك، بس صدقيني لما بتحطي فيه الطماطم العصير بتفرق جدا. وفي ناس ممكن ما تحطش لبن، ممكن تحط زبدايه عادي برضو مفيش مشكله. اللي تحبيه، حابه تحطي زبدايه لبن اي حاجه. كده احنا زي ما انا وريتكم اهوت، حطينا الخضار والطماطم والبيضه واللبن والدقيق، وقلبنا ونزلنا عليهم بكميه القرنبيط. تمام.
كده حطينا عليهم كمان شوية كمون برضو عشان خاطر القولون. مش عايزة تحطي كمون براحتك، ما تحطيش، مفيش مشكلة خالص، بس انا بحب احطه عشان ما يتعبناش يعني. تمام. قلبنا بقى الخليط كله في بعضه، والله كانت ريحتها جميلة قوي. تمام. عايزة تحطي كله تعمليه بقى ما شاء الله، حاسة ان الكمية بتاعتك كتيرة، ممكن تقسميها، بس نصيحة ما تحطوش في الفريزر. انا ما جربتوش احطه في الفريزر، هو كده بصراحة انا بعمله صباح في ساعتها، او ممكن لو خدت حبة والباقي مش قادرة اكمله النهاردة، ممكن احطه في علبة واكمله بعد يومين 3. انما ان انا احطه في الفريزر لا بصراحة ما جربتش، ومعرفش يبقى عامل ازاي، احس ان هو عامل زي المية كده. دلوقتي بقى ما شاء الله احنا قرصناه هو زي الطعمية. عايزة تعملي قرنبيط الوردة بوردتها عادي جدا، مفيش مشكلة. بدل ما تهرسيه هتحطي بقى القرنبيطية اللي هي الوردة في قلب الخليط بتاعنا، وتروحي مطلعها وحطها في قلب الزيت، بس كده. انما انا عملتها زي الطعمية كده. تمام. بس ترققيها وتوطي عليها النار شوية عشان خاطر ما تبقاش نية من جوه ومستوية من بره. ده بقى ما شاء الله منظره. على فكرة انا ما بحطش فلاتر، ما بجملش شكل الحاجة، حاجتي زي ما بطلعها كده بالظبط، ما بجملش الحاجة. والف هنا وشفا، وجربوا الوصفة يا رب تعجبكم وربنا يحسن